السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت نشارك معاكم عصير السويهلة اللي كيجي الصراحة واعر ومبرد في هذا الصيف. الا درتوه وجربتوه غادي تبقاو دائما، الصراحة غادي تبقاو تجربوه دائما. تبعوا معايا الوصفة ان شاء الله وما غاديش تندموا. كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وشي كومونتير ان شاء الله باش تحفزونا شي شويه باش نتابعوا. المهم اول حاجه عندنا هنايا السويهله. عندي واحد الطريقه ديال السويهله. المهم انا درت نص حبه ديال السويهله. عندي هنايا قشور ديال الحامض، قشور ديال حامضه وحده، وهنا عندي كاس ديال الحامض، وهنا عندي 3 ديال المرصو ديال السكر. مهم هنايا اول حاجه خديت واحد المعلقه ديال السكر، درتها مع هذاك القشور باش كيطلق هذاك باش كيطلق داك لي غاز ديالو وكيطلق دوك المواد اللي فيه. المهم تقدروا تخليوها 3 ديال الدقائق بحال هكاك. من بعد كندير هذيك الطريفات ديال السويهله كنديرهم في مونينكس، وكندير عليه هذوك القشور ديال الحامض والكاس ديال الحامض والسكر. المهم كنجمع كلشي وكنديرو في هذيك مونينكس بحال هكا كما كتشوفوا. المهم راه الفيديو راه كيشرح راسو، يعني ما نحتاجش انني نشرح. صافي كندير هذوك 3 ديال المرصويات ديال السكر. نتوما ديروا القياس ديال السكر اللي كيعجبكم، يعني على حسب نتوما واش كتبغيو السكر، واش كتعجبكم الحموضه. اما شتو السويهله والحامض راه فاش كيتلاقاو راه كيعطيو واحد المذاق الصراحه رائع. هنايا كنزيد واحد شويه ديال الماء، تقدروا تزيدوا بحال هكا كاس ولا نص كاس على حسب. صافي كندير هادشي وكنطحنو في مونينكس، كنطحنو مزيان. نتوما على حسب الاختيار ما كيعجبكمش انه يكون خطر بزاف تقدروا تصفيوه. الا بغيتوه يبقى لكم هكاك تقدروا تشربوه هكاك. المهم هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طحنتو كيفاش كيجي صراحه كيشهي. ومن بعد كتقدروا ديروه في الثلاجه وكديروا له لي كلاصون. ويا بالصحه والراحه، وشكرا على المتابعه.